هنالك نحن لا نعلم كم من الأراضي المملكة التي هي الأصل إنها أراضي سياحية. هنالك طبعا عندنا المدينة الزرقاء والموج. المدينة الزرقاء 2.5 مليون متر. مع الرئيس ما تكلمت. المدينة الزرقاء 32 مليون. مشروع بر القصة 2.3 مليون متر مربع. هذه الأراضي من وهبها؟ من أعطاهم إياها؟ ربما يجي واحد يقول لي أوامر سامية. حاشا السلطان. أنا أقول السلطان حاشاه. السلطان باني عمان ولا يرضى بأي حال من الأحوال. هذه جريمة أعطيت هذه الأراضي. نحن نرجو من قبة هذا المجلس سحب هذه الأراضي وتعود ملكيتها. المواطن الآن ما محقق 600 متر مربع يسكن عليها. اليوم المناقرات كل يوم في وزارة الإسكان وفي إدارات الإسكان يحصلوا على أرض. حد يعطى 32 مليون متر، حد يعطى 2.3 مليون، حد 3.5 مليون. يعني بلدان بكبرها مطاع. هذه جريمة من الجرائم. هذا لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. لذلك أنت معالي قلت على أنه نحن تحكمنا قوانين وتحكمنا اتفاقيات. طيب هذه القوانين والاتفاقيات ليش ما طبقت؟ لو قلت أن القوانين ونحن لا نقدر ولا بد في تسويات وكذا. طيب لماذا هذه التسويات ما طبقت على المواطن الفقير اللي مسوي عزبة عريش وجيت البلدية وشلتها بشاول قدوا عيوني جرا، وهذا مطاي بلدان بكبرها؟ لماذا ما طبق عليه القانون هذا؟ الحكومة هذه الآن مو الحاصل فيها إنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذا الحاصل. الآن هذا اللي هو أمير هلا ما طاين على ما يبايهم ما يريدوا، والقانون بعده يقف صفهم ويشوفوا لهم المنافذ وكذا وتعالى. لا يا شيخي لا تزعل بأي حال من الأحوال. هذه تسحب، هذه تعود إلى ملكية الدولة. هذه جريمة من الجرائم. نحن نطالب من هذا المجلس وأعتقد أنه الجميع موافق على هذا، أنه تسحب هذه الأراضي وتعود إلى ملكية الدولة. ما معقولة مدن الآن المواطن العماني. أنا الآن لما أريد أسير مع أولادي الشاطئ ما لقينا شواطئ، ما باقي شواطئ، خلاص شواطئ ما بقيت. شيء من الشواطئ اللي باقية فيها دعارة جايين من هنا حتى أنتم ما تراقبوا أيضا السواح اللي لابس اللي كلاسين واللي لابس اللي ما أعرف إيش واللي لابس اللي ما أعرف مو واضح الكلام. واضح. لا سعد الرئيس بعد ما كملت أنا ما بتخلص هاي. يا أخي هذا زايد ما أعطني دوره. زايد لو سمحت، زايد ما أعطني دوره لو سمحت، زايد ما أعطني دوره. زين. فبالتالي معالي الوزير الآن نحن وين نودي أولادنا؟ أنا أريدك تجاوبني. وين نودي أولادنا؟ وين نودي أهالينا؟ الآن شاطئ ما بقي. قال لك مجمعات سياحية ومجمعات ما أعرف ويش وفنادق، وأيضا هذا وأيضا اللي باقية منها ما في أبدا ترشيد أبدا، ما في لماذا معالي الوزير لا يكون أنك